وأما قول بعض الناس لا حول ولا قوة إلا بالله عند المصيبة، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وفي غيرها، ذكر عن الجنيد أنه قال عن هذه الكلمة، قال: من قالها عند نزول المصيبة لما سمع شخصا قالها قال إن هذا لم يرضى بقضاء الله وقدره. قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقا، قال: لأن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة ماذا؟ كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. ما هي مثل قول إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون كلمة استرجاع، أما كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، وهي في مثل هذا الموطن غير مناسبة. ومن ثم فإن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله عند نزول المصيبة تجتنب، وإنما يأتي الإنسان بما جاءت به السنة. لكن ليعلم أن قول لا حول ولا قوة إلا بالله لها فضل عظيم، لكن فضلها ليس عند نزول المصيبة، وإنما في حياة الإنسان، لأنها كما قال شيخ الإسلام رحمه الله كلمة استعانة، تستعين بالله عز وجل، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، معناها لا تحول لي يا رب من سيء إلى حسن أو من حسن إلى أحسن، ولا قوة لي على هذا التحول إلا بك لأني ضعيف. ولذلك في حديث معاذ لما قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا معاذ إني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنت من غير إعانة الله أنت في خسار وفي ضعف وفي كسل. ولذلك من دعاء الكرب: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالإنسان ضعيف. إذن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كونها تقال ويكثر من الإنسان في أحواله هذا أمر محمود ومندوب إليه، لكن الكلام هنا عن قولها عند نزول المصيبة.